السلام عليكم إخوتي المتابعين، معكم أخوكم أسامة في قناة ويب بوستي سيكوريتي. واليوم درس حول كيفية تصنع شهادة تقدير أو شهادة شرفية أو أي نوع من الشهادات بطريقة احترافية وبدون برنامج، فقط تستخدم مايكروسوفت وورد. كما تلاحظون أستخدم مايكروسوفت وورد. كما تلاحظون هذه الشهادة قمت بصناعتها فقط باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد. كيف تقوم بذلك وبنفسك؟ طريقة سهلة وبسيطة. كل ما عليك هو الذهاب إلى برامج، ثم تذهب إلى مايكروسوفت وورد. أستخدم 2010 إصدار 2010. تفتح البرنامج مايكروسوفت وورد ثم تذهب إلى إذا كانت الشهادة أفقية تذهب إلى ميزون اون باج بالفرنسية، لا أعرف بالإنجليزي كيف يسمى، ولكن ميزون باج. تختار العرض الأفقي وليس كما تلاحظون أفقي وليس العمودي. هذا العمودي وهذا الأفقي. تختار العرض. ثاني شيء وأهم شيء هو الإطار. يمكن اختيار إطار من ميزون باج. دائما يمكن اختيار إطار من الوورد، مايكروسوفت وورد. كما تلاحظون هناك عدة إطارات يمكن استخدامها. أهم شيء في الشهادة هو الإطار. الدرس سيكون طويل بعد شيء، ولكن يجب أن نشرح كل شيء. كما تلاحظون هذا الإطار تختار لون الإطار الذي تريد. كما تلاحظ هذا إطار معين وبسيط جدا فقط باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد. إذا أردنا شيء أكثر احترافية نذهب إلى جوجل، صديقي جوجل أو موقعنا جوجل، ثم نكتب إطار، فقط إطار. تختار صورة تكون واضحة بدقة كبيرة جدا. هنا كما تلاحظون عدة إطارات. كما تلاحظون هذا الإطار يمكن استخدام هذا الإطار، يمكن استخدام هذا الإطار. كل عدة خيارات. فقط تكون دقته كبيرة. كما تلاحظ هذا 640 في 450 هو صغير بعض الشيء. هذا الإطار 776 963 كبير. هذا الإطار مناسب. إطارات تكون مناسبة. كما تلاحظون هناك عدة إطارات. وكذلك يمكن تكتب فقط شهادة. شرفية فقط. يعطيك عدة نماذج يمكن العمل عليها أو النسخ منها. تشاهد كيفية استخدام هذه النماذج. كما تلاحظ عدة نماذج يمكن نسخ، هي مملوءة فقط لتشاهد كيف تكون الشهادة. يمكن الضغط على شهادة تقدير. عدة نماذج. كما تلاحظون كنماذج فارغة. يمكن اختيار هذا النموذج فارغ فقط تملأه أنت. كما تلاحظون تذهب يمكن اختيار شهادات فارغة. كما تلاحظون هناك عدة شهادات. نختار هذا النموذج الذي قمنا باستعماله من قبل. يمكن اختيار على حسب ما تريد أنت. ثم حفظ الصورة. أنا نماذج قمت بحفظها ليس مهم. ثم تضغط سيف. تقوم بتحميل الصورة ثم تعود إلى برنامج الوورد. بطريقة أخرى انسري ايماج، أو فقط تقوم بالذهاب إلى الملف. تذهب إلى الملف وتقوم بوضعه مباشرة. تضغط على الإطار ثم تختار هذا النوع داغنياغ دو تكست وراء الكتابة. يجب اختيار هذا الخيار حتى يصبح الإطار وراء الكتابة. ثم تقوم بتمديده على حسب الصفحة. كما تلاحظ كما تلاحظ قمنا بتجهيز الإطار.
يمكن كتابة أي شيء هنا، لا داعي لكتابة شيء. تكتب النوع الشهادة، المدرسة التي أنت فيها أو المؤسسة. ثاني شيء نبحث عن كلمة شهادة تقدير. شكر وتقدير، شكر وتقدير. اختار كلمة معينة، شهادة شكر وتقدير. كما تلاحظ مخططات، عدة نماذج يمكن اختيار منها، هناك باللون الأحمر. كما تلاحظ من الأفضل اختيار شهادة تكون شفافة الخلفية. نعود إلى الوورد ثم نضغط انسيرسيو أو إضافة إيماج، أو فقط تقوم بلصقها مباشرة. كما تلاحظون نقوم بالتحكم بها عبر الضغط على avant dernière le texte ou avant le texte، قبل أو وراء. هنا تقوم بتحديد هذه العلامات، تقوم بتحريكها كما تريد. ليس مهم، فقط ونحركها في المكان الذي نريد وضعها فيه كما تلاحظ. هذا أهم شيء. يمكن من المهم أن تكون الشهادة شفافة حتى تستطيع استخدامها كما تلاحظ. ثم تكتب الأسماء التي تريد. وثاني شيء اللوجو، لوجو المؤسسة. لا أعرف أي لوجو. أي لوجو يمكن اختيار. لوجو المؤسسة التي أنت فيها مهم جدا. هذا فقط للشرح. مثال نختار لوجو الجامعة. كما تلاحظ عدة لوجوهات، عدة رموز يمكن الاختيار من بينها. جامعة حلوان، جامعة، كل مؤسسة ولديها اللوجو الخاص بها. نحن نختار لوجو خاص بنا. تلاحظون دائما نختار هذه داخنيار او افون لو تكست لكي نستطيع التحكم جيدا في مكان الصورة. كما تلاحظون اللوجو هنا. لا أعرف، يمكن كتابة عربية. فقط مثال. قد تقوم بتكبير الخط، بعض الشيء يكون كبير. ثم تختار نوع الخط. يكون احترافي. بعض الشيء نضعه في الوسط هنا. الجمهورية الجزائرية كما تلاحظون. يمكن اختيار لا أعرف قناة الممثل. مثال نضعها اليمين قناة الممثل. ثم نهبط السيدة
يمكن إدراج هنا insert تختار تكست هنا، أو تختار في قالب معين يمكن إظهار هنا تكست تعملها. يمكن اختيار هذا الجزء فقط هنا، ثم register the text، ثم Ctrl V. مع تمنية التفوق والنجاح يمكن تغيير اللون، الذي أزرق، أحمر، أخضر، ويمكن إلغاؤه كليا. قبل إلغائه أحول الخط إلى اللون الأسود. قم بإلغاء الخط وإلغاء الخط الخارجي كما تلاحظون. يمكن تحريكها إلى أي مكان، كلمة يمكن تحريكها، وأيضا إلى باقي الأماكن يمكن وضع قناة هناك، إظهار أن هذا الشخص مهم. قناة صراحة يمكن تغيير لون الخط، يمكن أن يكون لون أحمر مثلا. يمكن التحكم في مكان خط كما تلاحظون، تحريكه أو توسيطه هنا مباشرة. فقط نقوم ببعده عن كما تلاحظون. شهادة تقديرية بسيطة جدا كما تلاحظون. قمنا بصناعتها فقط باستخدام الوورد، مايكروسوفت وورد بدون عناء. فقط المهم هو الإطار والكلمات الشكر أو كلمة التقدير. يمكن تغيير شهادة التقدير أو شهادة التشجيع أو أي شهادة يمكن صناعتها بهذه الطريقة. تقوم بحفظها، من الأفضل حفظها على شكل PDF، حتى PDF حتى لا تعطب. حتى إذا قمت بالذهاب إلى مكان معين وقمت بطباعتها تكون سليمة ولا تعطب بسبب تغير إصدارات المايكروسوفت أوفيس. حطوها سطح المكتب، نعم كما تلاحظون. شهادة احترافية. أرجو أن يكون الدرس أعجبكم. إذا أعجبك الدرس لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لأن الاشتراك مهم يضمن لك وصول الدروس القادمة إن شاء الله. وكذلك لا تنسى دعمنا على الفيسبوك بالإعجاب، لأن الإعجاب مهم يضمن لك وصول المنشورات على صفحتك على الفيسبوك. والسلام عليكم.